الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. لايك بقى وشير وسبسكرايب لاكله في مطبخي. النهارده بقى معانا العيش الشامي او عيش القمح او عيش الافراح، عيش المناسبات. قولي عليه زي ما تقولي. مقادير مظبوطه وهيشرفك في اي مناسبه. جربيه ان شاء الله وهتعتمدي الطريقه دي على طول باذن الله. معانا بقى المقادير. بصوا هنا النهارده بقى اليوم عند ماما. هعمل بقى البركه كده قدامكم، بس انا هقول لكم مقادير الكيلو بالظبط، مقادير مظبوطه جدا. حطيت انا هو كيلو دقيق فاخر. وماما بقى هي طلبت مني اعمله لها وانا عندها وكده. عندها بقى دقيق اسمر تاني بيبقى اللي هو بالرده بتاعته ده. قلت لها هاتي اكملك بيه، يعني عملنا كيلو ونص، كيلو فاخر ونص اللي هو الدقيق ده. بس انا كنت عادي بعمله بالفخر بس يعني، بس هي كان عندها الدقيق ده فقلت لها عادي يعني مفيش مشكله. اهو بالمنخل كده هنخله كده واحلله كويس. هنقلبهم مع بعض كويس. هنزل بقى بالمقادير معايا. معلقه كبيره خميره فوريه، ومعلقتين سكر، ومعلقه كبيره ملح، وربع معلقه بيكنج باودر، وتقلبي ده كله مع بعض. عندي لبن رايب هنا. هنزل يعني ايه يعني هاخد النص ميه والنص لبن. انا هقول لكم مقادير الكيلو بالظبط دلوقتي. اهو نزلت باللبن، هكمل بالميه اهو. بصوا مقادير الكيلو بالظبط هيبقى كيلو دقيق عليه معلقه ملح ومعلقه سكر ومعلقه خميره فوريه، وكوبايه ونص لبن لكوبايه ونص ميه لمعلقه زيت. تمام كده. وهكتبها لكم في صندوق الوصف برضه. اهو كملتها ميه، واللبن اللي كان عندها رايب يعني، انا كنت بستخدم حليب عادي بس انا كان عندها لبن رايب. كان مخلي العيش ريحته حلوه قوي وكان طري جدا معايا. يعني ايه الموجود عندك هفضل الت كده واعجن. افتكري بقى اي حد مزعلك كده، عيالك بقى، اي حاجه مضايقاكي، وطلعي همك كله في العجين. هنعجن كويس. اهو مش محتاج ميه خالص قدامي. هحط بقى معلقه زيت. هي العجينه معاكي بتبقى متماسكه، مش طريه جامد ولا ناشفه اللي هي ناشفه قوي زي ما انتوا شايفين كده ايه معايا اهي. افضلي بقى لت واعجني كده مده 10 دقايق. هتنغم معلقه زيت. اهي شايفين عجينه ما شاء الله ناعمه جدا قدامي. لميتها اهو بعد 10 دقايق، وهسيبها بقى في مكان تخمر. اهي بعد العجينه ما خمرت معايا ما شاء الله. هبدأ بقى اشكل عجينة على صينية. عندك انا عند طبلية بقى عند ماما بقى احلى الايام اللي بتقضيها عند مامتك طبعا بتبقى يوم حلو جدا. كان نفسي اعمل لكم روتين كامل، بس ان شاء الله هي كانت مصوره لنا حاجه حلوه هنزلها لكم برضو الفيديو الجاي. وان شاء الله هبقى اعمل لكم بقى روتين كامل كده، غدا وعشاء هناك كان مره يعني مره كده باذن الله. هبدأ بقى اشكل عجينه. بصي الحجم ده كده، ما تكبريش عن كده عشان يبقى صغير معاكي كده وحلو. يبقى احنا كده قلنا الكيلو هياخد كيلو دقيق، معلقة ملح ومعلقة سكر، معلقة خميرة فورية، وربع معلقة بيكنج باودر، وكوباية ونص لبن عادي او لبن رايب، وكوباية ونص مية، ومعلقة زيت. وعادي لو حطيتي كوبايتين لبن وكوباية مية وكوبايتين مية وكوباية لبن يعني موجود عندك. يعني هو الكيلو هياخد 3 كوبايات في المجمل يعني. جبت صينيه اهو فرشتها بقماشه من الحاجات دي اللي نكون عاملينها على العجين، يعني حاجات نضيفه. عندك ملايه كده بتكون نضيفه عاملاها للحاجات دي. بكاكين بقى الناعمه هنعملها فيديو باذن الله. وهو قدامي عندك النشابه الصغيره دي، صريح صغير، اي حاجه بتغمزي بيها يعني. واحط بقى على الصينيه. مخدوش معايا وقت خالص يعني، انا عجنت وسبتهم بس يخمروا. وفردتهم. مخدوش معايا 10 دقايق وانا بفردهم او ربع ساعه كده. هي العجينة الصراحة حلوة اوي معايا، مش طرية خالص ان هي تشبط في ايدك، لا يعني هي مظبوطة كده. حطي بس مقدار الماء اللي انا قلتلك عليه وهتلاقيها حلوة ان شاء الله. بصي وتغطي بقى بطبقة تانية اهو، وتبداي تحطي عليها لحد ما تمليها، وتحطي طبقة تانية فوقيها. اي حاجة عندك نضيفة بس تكوني عاملاها للعجين، بس البكاكين الناعمة، العيش القمح الصغير ده.
اهو بصوا، هحط بقى طبقة تانية. وكنا عاملين غدا وفطار، بس بصراحة يعني ايه، هجرب ان انا اصور لكم يوم روتين كامل كده، فطار وغدا وان شاء الله كده ايه يعجبكم. بس انا النهارده صورت العيش بس، وماما عملت لنا حاجه حلوه برضو، هبقى انزلها لكم فيديو. بس ما صورتش حاجه تاني يعني. بيبقى يوم حلو وممتع، ولمة الاهل مع بعض كده، وعند مامتك بتبقى الاكل ليه طعم تاني. انتي واخواتك بقى مع بعض والعيال وكده، بيبقى يوم حلو قوي. كنت مستمتعه جدا. سبتهم بقى، خلصت كده ونزلت قبل ما حضرت الفرن، ما سبتهمش بقى يخمروا تاني يعني. انا قبل ما خلصتهم كانت العجينه حلوه قوي معايا. ولعت الفرن، وطيت من تحت وعليت من فوق. انا قبل ما ايه ولعت الفرن وكده، كنت حاسه ان هم ارتفعوا معايا. ما سبتهمش يعني وقت، وما شاء الله شايفين عاملين ازاي معايا. كلهم ارتفعوا وجبوا كده معايا. مفيش ولا واحده ما ارتفعتش. العجينه مظبوطه جدا، وانا عجنها حلو قوي. بتوطي من تحت وبتعلي من فوق. وممكن ده كله تعمليه على الطاسه برضو لو ما عندكيش الفرن الغاز ده. هتجيبي طاسه تيفال، كنا عاملينه برضو على القناه مره. وخدي برضو المقادير دي حلوه. وهتعمليها على الطاسه التيفال. هتوطي من تحت، وهتحطي ايه، تسخني الطاسه وتحطيها، وتبداي تعملي واحد واحد وتقلبيه كده لحد ما ياخد لون معاكي. هنا بقى بتحطي في الفرن. وتظبطي له النار من فوق كده، مش عاليه قوي يعني، ايه، متوسطه لعاليه كده. ومن تحت النار بتبقى هاديه. شايفين عامل ازاي كله، ما شاء الله. كان طعمه تحفه جدا. يعني احنا كده عملناه، عجناه وسيبناه يخمر خالص لحد ما لقيتيه يعني خمر معاكي العجينه. هتشكلي العجينه، عبال ما بتشكليها بتكون اول واحد خلاص خمر، هتبداي تعجني. هتبداي قصدي تخبزي العجين، تفرديه. وبعد ما بتخلصي العجين، طالما العجينه خمرانه معاكي في الاول حلو خلاص يعني. دي غير البكاكين الناعمه اللي هي الفلاحي. البكاكين لا، بنسيبها على الصينيه فتره كده تخمر عشان تبقى ايه، مظبوطه معاكي. لكن العيش غير كده خالص. العيش طالما انا خلاص يعني خلصته، انا اخر واحد خلصته، نزلت بقى ولعت الفرن بتاعي ونضفته كويس. ولعته وسخنته، وبعد كده اشتغلت فيه على طول. يعني كنت حوالي ارتاح بعد ما خلصته كده 10 دقايق بس. وشايفين ما شاء الله. واللون حلو جدا اهو معاكم. اهو شايفين ما شاء الله، الله اكبر. بجد هيشرفك وهتعتمديه على طول. جربيه بقى، وياريت ما ننسوش اللايك. قلبي فيه كده بالراحه. وممكن برضو في فرن البوتاجاز هتحطيه كده على في صينيه برضو، هتوطي من فوق وتولعي له الشوايه من فوق، هياخد معاكي لون. شايفينه عامل ازاي. وده كمان لو فاخر بس هيبقى اللون فاتح عن كده. هو ده دقيق فاخر على دقيق اللي هو الاسمر. وما خدوش معايا حاجه في الفرن يعني. أنا كنت قاعده انا واختي بنتكلم ونحكي مع بعض كده واحنا قاعدين، ما خدوش معايا حاجه خالص. الصغيره دي بقى بتاعت ابني كان هو اللي عاملها. سايبها له يعني بيعملها. ظبطتها له كده وحطيتها له، وعاملها صغيره خالص كده. اهو كده الكميه خلصت معانا. تقدري تلفيها كده لحد ما بتاخد معاكي لون. وقلنا مفيش الفرن ده، على الطاسه عادي في طاسه تيفال كده. هتقلبي فيه كل شويه لحد ما ياخد معاكي لون، وهتطلعيه. شايفين عامل ازاي ما شاء الله. جنب كفته بقى، جنب بورما، جنب اي اكل بجبنه كده للفطار، هتحطيه في التلاجة وهتطلعيه قبل ما تاكلي ب10 دقايق. شايفين عامل ازاي من جوه. وطري جدا معايا. وهتحطيه في التلاجة في كيس ابيض كده، ووقت ما بتحبي تاكلي بتطلعيه قبلها بربع ساعه. وبتسيبيه يفك او 10 دقايق كده، وهتلاقيه كأنك لسه، وبتسخنيه على النار كأنك لسه عاملاه في وقتها. اشوفكم في فيديو جديد. هتوحشوني قوي. يا ريت ما ننساش اللايك، وتكتبوا لي تعليق حلو، ولو جربتوه تقولي لي رايكم فيه. بحبكم في الله. هتوحشوني قوي. مع السلامه.